صينية فراخ بتتبيلة مختلفة، طعم لذيذ جدا. اضافة الزعتر بيودي طعم الفراخ في حتة تانية خالص، وهسويها معاكم من غير ولا نقطة مية. كمان بيبقى فيه صوص مكرمل كده في قاع الصينية تحفة. التتبيلة عبارة عن بصلة كبيرة مبشورة، وهنا مش بصفي البصل من المية بتاعته، وكمان حبتين من الطماطم مبشورين. هضيف عليهم معلقة صغيرة من الثوم المفروم، وهنا بيدي تست حلوة قوي. يعني ضروري نضيف توم، بلاش نستغنى عنه في التتبيلة دي بالذات. معلقة كبيرة من صوص الباربيكيو، ومعلقة كبيرة من المستردة. كمان تقدروا تضيفوا معلقة كبيرة من معجون الطماطم أو صلصة الطماطم لو حابين إن اللون يكون أحمر زيادة. وبالنسبة للتوابل، ملح طبعا وفلفل أسود، وكمان معلقة صغيرة من السبع بهارات، ومعلقة كبيرة من الزعتر المجفف. تقدروا تستبدلوا الزعتر بالريحان، الاتنين هيدوا طعم حلو قوي. هقلب التتبيلة دي، وكمان هضيف عليها دلوقتي معلقتين من الزيت، زيت نباتي. هضيف الزيت واقلب التتبيلة كويس جدا. وفي الوقت ده طبعا بكون غسله الفراخ كويس جدا، وعامله لها مع حلول النقع بتاعها اللي هو عباره عن ميه فيها ليمون وملح وشويه من الدقيق الابيض، وبغسلهم كويس جدا وبصفيهم من اي سوائل فيهم. وزي ما انتوا شايفين كده الفراخ نظيفه زي الفل، وكمان عامله فيها فتحات كده من كل الجوانب كده علشان التتبيله تدخل جوه، ويبقى الفراخ من جوه طعمها حلو واخد من التتبيله. هتبلها كويس، واتاكد ان انا هدخل التتبيله دي بايدي كده في الفتحات دي، وهتبلها كويس وش وظهر لحد ما اخلص كل الكميه. وبعد كده هرفعها على النار، وزي ما اتفقنا انا هسويها بدون اضافه ولا نقطه ميه. انا هعتمد على السوائل اللي موجوده في الفراخ وفي البصل والطماطم اللي احنا ضفناهم في التتبيله. رفعتهم على النار في الاول نار عاليه، وهغطي لحد ما الاقي ان ابتدت تنزل السوائل بتاعتها. وبعد كده بخلي النار متوسطه، بهديها نار متوسطه واغطيها لحد ما تستوي تماما اهو زي كده في السوائل بتاعتها، وبدخلها تحت الشوايه تاخد لون. بقدمها بقى جنب رز بشعريه، شويه سلطه جنبها، او بطاطس محمره. مش محتاجه اكتر من كده، مستويه وتحفه. يا رب الفيديو يكون عجبكم، ما تنسوش لايك وشير لو عجبكم الفيديو، والسلام عليكم.